اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويصلح حالكم يا رب. تعالوا بقى ايه، نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا محمد. تعالوا بقى نعمل ايه، فراخ مشويه النهارده بطريقه سهله وجميله كده ومبسطه. بصي، يعني لو بنوته والله هتعمليها وانت واقفه. إيه المقادير معانا بقى؟ ايه كل الحاجات اللي في قلب بيتك. بصي، طماطميتين وفلفل وليمونه وبصله. طبعا تكوني غاسله الفرخه ونقعاها اكتر من مره. انا بنقعها في ميه وملح ودقيق ورشه جنزبيل وعصره ليمونه. بس سيبي بقى يعني النقعه دي لمده ساعتين، وان شاء الله تاكلي فراخ والله ولا ليها زفاره ولا فيه دم. شفت الدم اللي هو بيبقى لازق في قلب الفراخ ده؟ مش هتلاقي اي حاجه من دي. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. قولي لي بقى يا قمر، انت منين منك ليها اللي بتشاهدوا لي الفيديو؟ يعني اكتبوا لي في التعليقات كده من انهي بلد بتشاهديني. واللايك الجميل بتاعكم اللي هي ربنا يعلي من شأنكم يا رب، لانه هو منعلم من الفيديو بتاع القناه، بيعلم القناه. وبتمنى من كل اخت بتشاهد لي الفيديو انها ما تخطيش الاعلانات، شاهدي لي حتى لو اعلان واحد. فربنا يا رب يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم ويجعله رمضان سعيد عليكم يا رب ويجعله عيد سعيد ومبارك علينا وعلى الناس جميعا يا رب. طب حطيتي ايه بقى؟ بص بقى يا حبيبه قلبي، حطيت الطماطم والبصل والليمون والفلفل، ده كله في قلب الكب. ماشي معاه سنه خل. ما عندكيش كب يا ست الكل منك ليها، نتصرف بالخلاط. الخلاط تقدري تعملي فيه كل حاجه. طبعا انا حطيت كل حاجه اهي اللي انا ضربتها. بص بقى، انا بحب اعمل فتحات للفرخه كده. بصوا يعني انا بسيطه واكل بسيط، وما بحبش والله العظيم يعني ايه اكلف، لان الناس ماشيه على قدها. فاحنا لازم نحس ببعضينا. يعني في ناس تقدر تجيب الفراخ وتشويها، في ناس ما تقدرش. فانا والله العظيم بحب ابسط لكل الامور، لان طبعا انا زيكم وانتوا زيي، والناس كلها يعني بتعاني من نفس المشكلة، اللي هي الغلاء، اللي هي ارتفاع الأسعار، اللي هي يعني كل حاجة ما بقاش فيها بركة. فربنا يرحمنا يا رب جميعا ويوسع علينا ويحفظنا جميعا يا رب. والله العظيم الواحد بيقعد يفكر في حاجات. طبعا يعني لو يعني الحمد لله الحمد لله لولا ستر ربنا، يعني مش عارفة الواحد كان هيبقى ايه اللي حصل. فيعني ايه اللي هيحصل ولا ايه. فالمهم يا حبيبة قلبي منك ليها، مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. هنا جهزت التتبيلة. تعالوا بقى نحط البهارات بتاعتنا الحلوة. ملح، بهارات فراخ، كزبرة، فلفل اسمر، كمون، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. معلقة ملح، رشة سكر، وهنا الزيت بتاعنا الحلو بتاعنا ده اهو، اي زيت بقى. تمام. معانا ايه تاني بقى؟ المكون الرهيب ده والله العظيم انا اول مره اجيبه، ما جبتوش قبل كده، اول مره اعمل بيه، بس كان تحفه. والله العظيم اداني نكهه في الفرخه اقسم لك بالله احلى مما بتجيبها مره. اللي هو دبس الرمان. مش عارفه اذا انا كنت جايباها بكام، بس خطير في الفراخ المشوي والله العظيم خطير. لو انت عندك عسل اسمر، معلقه عسل اسمر بقى ويا سلام، ما فيش احلى ولا اطعم من كده. قلبي بقى كله في قلب بعضه كده. شوفي بقى ايه البهارات اللي هي في قلب بيتك. اهم حاجه بهارات الفراخ تبقى موجوده، لان هي دي العامل الاساسي اللي بيظبط معاكي ايه، الفراخ. تمام. ادي التتبيله جاهزه بقى. اقعدي بقى ايه، غلفي المنابات كلها اللي انت مقطعاه. بقى عندك فرخه 2 كيلو، كيلو ونص، حطي. تمام. يعني الكيلو ونص دي تقعد ساعه ونص في الفرن. انا قعدت بالظبط ساعه ونص. انا كنت حطاها، اللهم صل على سيدنا محمد، الساعه 5 على 6 ونص كانت خلصت والله العظيم زي ما بقول لكم كده. لو 2 كيلو هتلاقي قعدت ساعتين، يعني حسب الكيلوهات بتاعه الفرخه.
فيا ريت ما تجيبهاش اكتر من كده. هي 2 كيلو، 2 كيلو، وقطعيها بقى. عايزه تقطعيها 6، عايزه تقطعيها 8، زي ما انت حابه. انا عن نفسي مقطعاها 6 لان الفرخه بتاعتي كانت 2 وشويه. فالفرن ما شاء الله عندي حامي، لقيته عملها لي حتى ايه يعني. البتاع الصينيه هتشوفه في اخر الفيديو محروقه بسيطه، بس الفراخ طالعه والله العظيم تحفه ومسكره واحلى من انتي بتجيبها بره. احنا عندنا هنا في ناس ساعات بتاخد الفراخ تنضفها وتنقعها وتظبطها وتروح تديها للراجل بتاع الكباب والكفته يشويها لها على الايه، على الفحم. طب ليه؟ انتي اعملي التتبيله هنا عندك، وهاتيلك منقد، وهاتيلك الشبكه اللي بترص عليها الفراخ، وشوي في بيتك. انا بقى مني ما كانش عندي الحاجات دهيت، رحت عملتها في الفرن. عشان بس ايه يعني ما طولش عليكم في الفيديو. هنا بقى كانت المواعين، جيت بقى عشان اغسل مواعين ما لقيتش الميه. دي المشكله اللي احنا يعني بتواجهنا يعني عامه في كل الاماكن. كل ما اكلم حد يقول لي الميه مقطوعه عندنا برضو، مش عندكم بس. فهي اليومين دول بقى ضغط. الناس بقى بتروق كل سنه وانتم طيبين، تروقات العيد بقى، فتلاقي كله السحب على الميه بقى. اليومين دول الميه رخرة يعني ربنا يرحمنا والله العظيم. يعني المية دي في البيت نعمة، نعمة كبيرة قوي قوي. لما بتقطع ساعتين 3 الواحد والله العظيم بيبقى تايه. انا لدرجة ان انا بقيت اغسل من الفلتر، وقلت لا ده الفلتر هيخلص كده. غسلت والله كل اللي انتوا شايفينه ده، واستنيت. المية جت بعد المغرب بالظبط. يعني احنا كنا قاعدين بنفطر وسايبه الحنفيه قايده، لقيتها الحمد لله جت بعد المغرب. قلت طب كويس بقى عشان نعرف نتوضى ونكمل بقيه مواعيننا ونمسح ونشوف ورانا ايه. لان والله كانت فضلت مقطوعه حبه كبيره قوي، يعني لغايه الساعه 5:30 6 كده ما كانتش الميه جت. خلصنا اللي ورانا وظبطنا حالنا وكانت الميه جت الحمد لله. قلنا بقى المسيح وشطف المواعين دي اخر حاجه خالص. بس حبيبة قلبي منك ليها، اتمنى يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط كده وبيوصل لقلوبكم، واتمنى تكون فيديوهاتي سهلة وبسيطة. انا عارفة ان انتوا احسن مني في الاكل وفي الطبخ وكل حاجة، بس انا بقدم حاجة بسيطة، حاجة ببساطة. فيعني حاجة من غير افورة لاي واحدة عايزة تعمل فراخ مشوية. لسه والله العظيم في ناس كتيرة ما بتعرفش تعملها، يعني مش شكرانية في نفسي ولا حاجة، لا. في ناس يعني تقولك انا اخاف لا تتحرق، اخاف لا تطلع طعمها وحش، اخاف لا يكون فيها دم. يعني احنا بنتعلم من بعض، زي ما انا بتعلم من ناس كبيرة واتعلم من صغيرين، فكلنا بناخد افكار من بعضنا. يعني مش حكاية عالم ولا حاجة والله ابدا، ده انا باخد منكم فكرة، انتوا تاخدوا مني فكرة، وكلنا اخوات اصلا، وكلنا بنساعد بعضنا في كل حاجة. فاتمنى يا رب ان انتوا تشاهدوا لي الفيديو، بالله عليكم تقفوا معايا في القناة كده وتدعموني فيها، عشان هي مصدر رزق ليا ولعيالي. فربنا يا رب يكتب لكم كل الخير وكل السعد وكل الهنا ويحفظكم يا رب، ويبارك في اولادكم ويبارك في اعماركم. تكبروا بخاطر كده في القناه. طبعا انا عارفه ان انا بطول عليكم في الرغي، بس والله انا بحسكم ان انتوا عيلتي التانية واخواتي. فربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه، وربنا يقدرني يا رب واقدر افيدكم باي حاجه حتى لو بمعلومه بسيطه. هنا بقى ايه، خلصت المواعين كلها زي ما انتوا شايفين اهو، غسيل بس لسه ناقص على الشطف. طبعا بقى حبيبه قلبي منك ليا، هنا كان وقت ما حطيت الفراخ في قلب التلاجة حوالي ساعتين. جبت صينيه، طبعا التتبيله فيها كل حاجه، فيها زيت وفيها كل حاجه. يعني انا مش هحط زيت في الصينيه من تحت، يا دوبك اشغل الفرن ورص الفراخ في الصينيه. لو انت عايزه في المرحله دي تشويها على فحم وكده تمام، لكن انا ما كانش عندي يعني حاجه احط فيها واشوي يعني وكده. فانا قلت ايه اما اشوي في الفرن، وهتبقى طعمها حلو برضو، وهتبقى ريحه الشوي فيها برضو. ودي التتبيله اللي اتبقت بقى، عايزه تعينيها تمام. تعملي بانيه، تعملي اي حاجه تاني تبقى موجوده عندك، حطيها في اي علبه كده في قلب الفريزر وايه وحطيها. وهنا بقى حبيبه قلبي منك لا، كنت خلصنا خلاص. ادي رز، وكان فيه بطاطس فايده ومخلل، والفراخ ما شاء الله والله العظيم كانت طعمها تحفه 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 بمعنى الكلمه. يعني احلى ما انت بتحطيها على الفحم كمان. وصبنا